ايه ده؟ كيكة عسل قوي، ما تستاهلش غير بقه قسما بالله. طعم وهشة جدا وطرية جدا، ولا تقولوا له بقى جاتوه ولا الكلام ده. حاجة خفيفة جدا وتحفة جدا جدا، وان شاء الله تجربوها ومش هتندموا. شايفين يا بنات؟ شايفين الكيكة هشة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عسل قوي. عسل قوي. المقادير بقى نص كوبايتين يا بنات ونص من الدقيق، وكمان اهو منخول طبعا، وكوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر، تمام، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وفانيليا، كيس بيكنج باودر او كيس شيف، قطعتين من من الزبدة بيخلوا طعمها جميل. تمام يا بنات. هنجيب الخلاط، هننزل بالبيض، مكونات السايلة، طبعا يليه الفانيليا. السايلة يا بنات بتخلي للكيكة طعم حلو قوي. ممكن نحط لو مش متوفرة نحط الفانيليا الباودر، بس دي بتكون طعمها جميل. طبعا هنحط معلقة خل بتدي هشة للكيكة، وكمان يا بنات بتشيل الزفارة. تمام. وهننزل بقى بالزيت اهو، بسم الله. وكمان هننزل باللبن حليب اهو، وكمان السكر، كله يا بنات كوبايات زي ما انتوا شايفين قد بعض كده. قطعتين الزبدة اهم. وهنسيب البيكنج باودر ده هنعمله هنحطه على الدقيق. هنضرب المكونات دي كلها كويس قوي في الخلاط. طبعا بنفرح ولادنا باي حاجه يا جماعه، ودي طبعا كلها فوائد، لبن وبيض والكلام ده احسن من الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره، والكيكات والحاجات دي كلها مواد حافظه. فطبعا حاجات البيت طبعا احسن ونضيفه وكل حاجه. خلاص يا بنات. خلاص ضربنا المكونات السائله كلها مع بعض اهي. تمام. ننزل بيها في بوله. زي ما احنا شايفين كده، دي اهو نخلناه طبعا مرة واتنين. تمام. هنزل عليه بالكيس الشيف ده، كيك شيف، وهنخله تاني. نخلناه وهنخله تاني، يعني انا نخلته قبل كده وهرجع تاني وانا بحطه على على المواد السائلة، الخليط يعني. هنخله تاني مرة تانية علشان يا بنات يبقى هش. تمام. اهو يا بنات كده زي ما احنا شايفين مع بعض. قومي يا قلبي فرحي عيالك واعملي صينية كيكة كده في البيت وزوقيها، وألف هنا وشفا على قلبك يا رب. الحبيبات دي طبعا مش بتبقى احسن حاجة، يعني مش بتبقى لطيفة. فكل ما بندخل الكيكة بتبقى هشة وجميلة. ننزلنا اهو بالكيس كيك شيف اهو، وهنزل كمان يا بنات بذرة ملح اهو بين صوابعي كده مش كتير. وهبتدي ان انا آه، ادمج المكونات دي كلها مع بعض في اتجاه واحد يا بنات، مش هقعد الف المضرب يمين وشمال، لا، هو في اتجاه واحد. تمام. اضربه كويس قوي. وطبعا يا بنات هنسخن الفرن، وانا بشتغل قبل ما بشتغل في الكيكه اقوم مسخنه الفرن يعني اسخنه وابتدي ان انا اشتغل في الكيكه. تمام. عشان لازم الكيكه تدخل على على فرن يكون سخن. دي شويه ميه دافيه يا بنات، دافيه مش سخنه، دافيه اهو. شوف المكونات اصلا يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عسل قوي. في اتجاه واحد يا بنات زي ما اتفقنا. تمام. خلاص. جبت بقى الصاج بتاعي او الصينيه، دهنتها بالزبده او بالزيت او بالسمنه، وبدرتها بالدقيق.
وبعد كده هنزل بالخليط كده زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله تعجبكم يا بنات، جربوها ان شاء الله تعجبكم باذن الله. الف هنا وشفا يا رب على كل اللي ياكل حاجه من وصفتي. سخنت الفرن اهو، هدخل الكيكه فيه وما افتحش الفرن خالص يا بنات. بعد نص ساعه بالظبط ابتدي ان انا افتح الفرن. قبل كده ما ينفعش، يعني نص ساعه كده وافتحي عليها الفرن. لو فتحتي قبلها الكيكه هتهبط منك. تمام، هتستوي. هختبرها بأي حاجة، سكينة من النص كده، انا اعملها فيها، اغرزها فيها. لو طلعت نضيفة يبقى استوت ان شاء الله. هديها وش من فوق واطلعها. بعد كده يا بنات اطلعها واسيبها تهدى شوية. وبعد كده بجيب نص كوباية لبن ساقع عادي، واسقيها بيه. بتكون يا بنات شبه الجاتو كده طرية، فاهمين؟ بعد كده انا على فكرة طلعتها سخنة يا بنات، اهي البخار طالع اهو، سخنة اهي، ما استنيتش لما تبرد. تمام، عشان اوريها لكم. وبسم الله ما شاء الله، قعر الصينية بسم الله ما شاء الله تبارك الله عسل. او شايفين يا بنات سمك الكيكة عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. الف هنا وشفا على كل اللي يدوقها يا رب، اللهم امين. بنات ممكن ناكلها كده بالشاي، وممكن ان انا عشان ااكل عيالي واشجعهم ان هم ياكلوا، هجيب صوصات، صوص كراميل، صوص شوكولاته، صوص فراوله. المهم ان انا ازوقها بحيث ان الاطفال يشوفوا الحاجات دي، او يشوفوا التزويق ده، فايه فيتشجعوا ان هم ياكلوا يعني. تمام يا بنات، لو اطفالك او عيالك ما بيحبوش الكيكات والكلام ده، شجعيهم علشان زوقي لهم الحاجه كده علشان يبقى ايه، عايزين يجربوا بقى والكلام ده. اهي يا بنات بسم الله ما شاء الله، عسل عسل قوي. طعمها تحفه يا بنات، تحفه يا بنات، جربوها ان شاء الله تعجبكم. لما تجربوها ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات يا بنات. والف هنا وشفا على قلبكم يا رب. لو عجبك الفيديو حبيبة قلبي، لايك وشير. ولو انتي مش مشتركة معايا في القناة نوريني واشتركي معايا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.